ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض البفتيك بطريقه حلوه قوي وبسيطه وسهله، وازاي نحافظ على الكفر الخارجي بتاعه. بصوا شكله تحفه، تعالوا نشوف عملناه ازاي. اول حاجه انا عندي بصلتين كده صغيرين، عندي طماطمايه، هبدا بقى اضربهم في الكبه كويس جدا مع بعض. انا عايزه من البصله والطماطمايه الميه بتاعتها مش اكتر. هبدا بقى اصفيها كويس جدا. انا صفيتها كويس، هاخد الميه، عندي بقى معلقه خل، عندي شويه فلفل اسمر كده، نص معلقه تقريبا صغيره ملح. هي دي التوابل بتاعته، هي دي التوابل. انا مش عايزه اضيف اكتر من كده عشان احس بطعم البفتيك بتاعي. هبدا بقى اتبل البفتيك كله يتشرب كده من التتبيله بتاعته، وهسيبه تقريبا في التلاجة لمده 3 4 ساعات. من اسباب بقى نجاح البفتيك معايا اختياري للحمه اللي انا هستخدمها للبفتيك. احسن قطعيه للبفتيك هي وش الفخذ، بتطلع حلوه قوي معايا والبفتيك ما يشدش. انا سيبته في التتبيله بتاعته حوالي 3 4 ساعات. عندي بقى كوبايتين بقسماط، عندي كيس فيجيتار، معلقتين دقيق كبار. هبدا احط بقى الدقيق على البقسماط على الفيجيتار ونقلبهم كويس جدا مع بعض. بلاش نحطه في الدقيق وبعد كده البيض وبعد كده البقسماط عشان ممكن يفك منه. خلينا نعمله بالطريقه دي، حلوه قوي. هبدا بقى احط بضايه على البفتيك بتاعي واقلبها كويس جدا، واتاكد كده ان البفتيك بتاعي بدا يتشرب من البضايه، يشرب كده من البضايه عشان يبدا يمسك في الكفر بتاعه الخارجي. وابدا بقى احطه في البقسماط بتاعي واضغط عليه بقى كويس عشان اتاكد كده ان الكفر بتاعه بدا يمسك فيه. وهبدا اعمل الكميه بتاعتي بنفس الطريقه كده. بلاش نقلي البفتيك على طول اول ما نحطه في الكفر بتاعه الخارجي. خلينا بقى نحطه في التلاجة لمدة نص ساعة يتشمع كده عشان الكفر بتاعه ما يفكش منه وانا بقلي. هبدأ بقى، عندي الزيت بتاعي مسخنه كويس، هبدأ انزل بالبفتيك بتاعي. ما نقلبش البفتيك بتاعنا خالص غير لما احس ان خد اللون الذهبي من تحت. اول ما احس ان هو بدأ يستوي كده وياخد اللون الذهبي من تحت ابدأ اقلبه. البفتيك بقى من المقليات اللي يفضل ان هي تطلع على شبكة، بلاش نطلعه على مناديل عشان ما يشربش الزيت بتاعه. الشبكة بتبقى احسن لان اي زيوت او اي حاجة زيادة فيه بتبدأ تتصفى منه، بيفضل محافظ على القرمشة بتاعته، وبيبقى طعمه حلو قوي. ان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم. مستنية طبعا رأيكم، مستنية كومنتاتكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم. بصوا لونه حلو قوي. هنبدأ بقى نقلي الكمية بتاعتنا كلها كده بنفس الطريقة، على قد ما التتبيلة بتاعته بسيطة بس بجد حلوة قوي وهتعجبكم. بصوا، محافظ على الكفر بتاعه، حلو قوي، طعمه فظيع. بجد مستنية رأيكم، مستنية كومنتاتكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وإن شاء الله نتقابل فيديو جديد.